أهلا وسهلا ومرحبا بالناس الزوينين بالقلوب الرائعة والناس المحبين للخير. كنتمنى يا ربي أن أحوالكم تكون كل بخير وعلى خير، وأنكم يا لاله تكونوا دائما في أحسن الأحوال. كيف العادة الغزالات ندوزون كاملين إن شاء الله نصليو على سيد الخلق وناخذوا الأجر كاملين إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم البنات غادي نشارككم طريقتي في تحضير الدلعه. الدلعه ديال الغنمي. طريقه صراحه اللي سهله وزوينه وعمليه واحترافيه في نفس الوقت. يعني الا طبقتوها من النهار الاول ما بقاش غادي تخطاكم، يعني من اسهل ما يكون. تقدري البنات هاد الطريقه تعتمديها حتى في العراضات، عرفتوا ما كيتاخذ منك لا مجهود ولا وقت ولا والو. بالنسبه للتوابل البنات اللي غنحتاجو كما كتشوفوا، درت سكينجبير، الفلفل الاحمر او التحميره، الخرقوم، الكمونه، البزار وشويه ديال المليحه. عندي هنا البنات السمن المالح، السمن البلدي اللي مملح ومقاد على حقه وطريقه. وعندي هنا معلقه ديال الزبده عاديه، يعني اي زبده عندكم عاديه يمكن لكم تضيفوها. هنايا صافي غادي نزيد شويه ديال الماء، تقريبا شي 2 معالق هكا ولا 3 ديال المعالقات ديال الماء، غير باش نجمعوا هذوك التوابل يعني باش تجانس المكونات مع بعضها. ودائما البنات هكا فاش ديروا هاد التشرميله تكون عندكم مثلا شي قطعه بحال هكا تكون كبيره اللي تعطيكم الراحه فين غادي تشرملوا الضلعه ديالكم. صافي غادي نحاول نمزج هاد الزبده مع هاد التوابل كامله. حاولوا البنات الزبده تكون عندكم درجه حراره المطبخ. المهم انا ما جبدتهاش دغيا، ما جبدتها حتى لاخر لحظه كانت عندي في الثلاجه. كما كتشوفوا كنحاول يعني نمعس ديك الزبده بصباعي مزيان باش تطلق مع بعضها. عاودت تقريبا واقيلا شي معلقه ديال الماء. صافي البنات بالنسبه لهاد التوابل هادشي اللي غادي نحتاجو. وبالنسبه لهاد الطريقه عرفتو كتجي رائعه، يعني كتجي محمره ومجمره في الفران. ما غاديش نعاود لكم على اللذه ديالها اولا المذاق ديالها، طبعا مع بعض الاضافات الا هكا كيعجبكم تضيفوهم. هنايا البنات كما كتشوفوا عندي هنايا الضلعه. بالنسبه لهاد الضلعه البنات يعني دار الخروف اللي باقي صغير باقي في السيم، ماشي شي خروف اللي كبير. يعني ما كياخذلكش وقت كثير في الطياب. كيف ما كان اللحم صغير دغيا كان كيوجد. صافي البنات غادي ندير كلشي في القصعه وغادي نشرملو مزيان بيديا، نحاول ندخل ديك التوابل كلها الفص من الضلعه. الا عندكم الزعفران شعره حتى هو ضيفوه كيعطي واحد اللوين يا سلام، ما غاديش نعاود لكم عليه. غادي نشرملو مزيان البنات كما كتشوفوا. إلا قدرتوا ترقدوه نهار كامل أولا تبيتوه في هاد التوابل ليلة كاملة. بالنسبة للضلع البنات يعني كل وحدة وطريقتها وكل منطقة كيفاش كيصايبوها. في المغرب تقريبا الأغلبية الساحقة كيدوه الفران، كيدوها للفران ديال الزنقة. المهم حنا هنايا عندنا لا فران ديال الزنقة ولا والو، غادي ندبانيو غير في الدار. بالنسبة للطريقة البنات كما كتشوفوا خديت لاطة كبيرة ديال الفران، درت فوق منها هاد الشوايط ديال الفران، ولتحت درت هذاك ورق المطبخ. راكم عارفين داك البلول وداك الشيء كله كيقطر لتحت والطاوه كتخسر. المهم فرشت هاد الورقه غير باش تحمي ليا اللاطه. والحيمات ديالنا كما كتشوفوا غادي نديرهم فوق من الشوايه بحال هكا من الفوق. نحاول نستفهم مزيان ما نديرش وحده فوق من وحده باش كلهم يطيبوا لي تقريبا كاملين في نفس الوقت. بالنسبه سميتو الاضافات اللي غادي ندير انا مع الضلعه، غادي ندير البصله. كاين اللي كيديرها كاين اللي ما كيديرهاش. البصله صراحه كتا واحد المذاق زوين. درت 4 ديال البصلات قطعتهم على هاد الشكل بحال هكا. البنات انا غادي نضيف البرقوق، يعني هادو هما الاضافات اللي تقدروا تديروهم. كيجي واحد المزيج ما بين الحلو والمالح، يا سلام يا سلام يا سلام. عندكم العنب المجفف هكا ضيفوه، عندكم المشماش هكا يابس او كارم تا هو ضيفوه، كيعطيو واحد النكهه اللي زوينه بزاف. كما كتشوفوا درت هكا عويدات ديال القرفه من الفوق. صافي وغادي ندوز نلمط اللاطه ديالنا. غير الشوايه اللي فوق منها اللحم غادي ندوز ندير هاد الورق المطبخ، غادي نلمطها مزيان باش البخار ما يخرجش واللحم ما يقصاحش داك الحيمه طيب لينا في هذاك البخار اللي كيكون، والصهد ديال الفران كله كيرجع عليه. ولكن البنات ضروري قبل ما ندخلوا لاطه الفران ضروري هكا ديروا شي كاس كبير ديال الماء تخبوه في اللاطه باش ما تحرق ليكمش، ضروري مؤكد ما تنساوش الماء. صافي غادي نلمط اللاطه ديالنا مزيان وغادي نعاود ندير ليها طبقه واحده اخرى ديال بابي الومنيوم كما كتشوفوا. بهاد الطريقه يعني غادي تاكدوا ان الحيمات ما غاديش تحرقوا من الفوق، وغادي يرجع عليهم الطياب. غادي يرجع عليهم الصاد وغادي يطيبوا مزيان. بالنسبه للفران البنات راني مسخنه دابا على 200 درجه. غادي ندخل لاطه الفران، غادي نخليه تقريبا ديك 10 ديال الدقائق، من بعد غادي نقص على 170 درجه
واللاطة خاصها تكون في الوسط، يعني ما تكونش لتحت كاع وما تكونش ثاني طالعة لفوق، تكون في النُص باش يجي يطيب في الخياس لا من التحت ولا من الفوق. بالنسبة للوقيتة ديال الطياب البنات تقريبا شي ساعة إلا ربع هكاك ولا ساعة، لأن كيف ما قلت لكم الضلعة اللي درت أنا فتية واللحم باقي طري يعني باقي صغير داكن كيوجد. وهنايا الغزالات غادي ندوزو لطريقة التقديم من بعد ما الضلعة وجدات. المهم أنا طفيت الفران. بالنسبة لطبق التقديم كما كتشوفوا درت هنايا الخس. بالنسبة لهاد الطريقة ديال الضلعة تقدروا هكا تقدموها مع الروز. بزاف ديال الطرق البنات يمكن لكم تقدموها بهم، تقدروا ديروها مع هكا مع السفة. بزاف ديال الأطباق تقدروا تقدموا بهم هاد الضلعة. المهم أنا غادي ندير غير داكشي اللي متواجد. صافي البنات كيما كتشوفوا الحيمات طابوا وعرفتوا ولاو بحال الزبدة فتيين، يعني داك اللحمة كتسلت من العظم. غادي ندوز هكا نستفهم على شكل طولي. الحيمات هكا غادي نديرهم في الوسط. وبالنسبة للخضار الغزالات اللي غادي نرافقها مع هاد الطلعة ديال هاد النهار، عندي هنايا هاد البطيطة صغيورة اللي فورتها ودرت ليها شوية ديال الكمون وشوية ديال الزيت البلدية وشوية ديال الملحة. غادي نديرها هكا في الجوانب. المهم أي خضرة عندكم متواجدة وكتعجبكم المذاق ديالها يمكن لكم هكا تدخلوها في هاد الوصفة. عندي هنايا اللوبيا حتى هي فورتها وشرملتها في شوية ديال الزبدة وشوية ديال الثومة. قضية أخرى البنات إلا كيعجبكم هكا الحلو تقدروا هكا ديروا شي معالقة ديال العسل، وقبل ما تخرجوا اللاطة من الفران هكا ترشوا شوية ديال العسل من الفوق وتعاودوا تردوا اللاطة للفران وتحيدوا لها داك ورق المطبخ وداك البابي الومنيوم وتخلوها تقريبا في الفران ديك 5 دقائق حتى 6 ديال الدقائق. حتى كتنسجم ديك العسيله مع ديك الحيمه مع داك البرقوق، ويا سلام البنات على واحد المذاق كيجي رائع رائع بزاف. كما تشوفوا عندي هنا خيزو اللي خليته هكا على شكل طولي، خيزو هكا صغير وفتي حتى هو بخرته ودرت له شويه ديال الكمونه وشويه المليحه والزيت البلديه. عندي هنايا الخيار اللي قطعته حتى هو على هذا الشكل، واخر حاجه غادي نضيف هي مطيشه حتى هي قطعتها غير على بهذا الشكل بحال الخيار حتى هي غادي نضيفها هكا. المهم درت داكشي اللي عندي البنات. بالنسبه لهذا الطبق البنات بصراحه ما كياخذش منك شي مجهود اللي كثير، يعني بحال الدجاج ولا بحال شي كسكسو ولا بحال شي حاجه اخرى. يعني هذا هو من اسهل ما يكون. يعني هكا تقدري ديريه في العراضه وكيحمر الوجه وكيجي زوين. يعني مع هذا بغيتي تزيدي مع شي اضافات من عندك هكا مثلا تقدميه مع شي سلطه كبيره مع السفه مع الرز مع عده اطباق كيف ما قلت لكم. طبعا كل سيده وكتبدع بطريقتها، كل وحده فينا وكتخلي البصمه ديالها في الطبق ديالها. والى هنا الغزالات غادي نكون وصلت معكم للنهايه ديال الفيديو. كنتمنى انكم تكونوا كدوزوا معايا وقيته زوينه. وطبعا الغزالات الا عجبكم الفيديو ديال هذا النهار وكذلك عجبكم المحتوى ديال القناه، ما تبخلوش على خوتكم بلي لايكات ديالكم والاشتراكات والبارطاج هكا مع العائله وحبابكم وصحابكم. وما تنسوش باللي دائما احبكم في الله وخليتكم على خير. الى فيديو قادم ان شاء الله.